بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إبراهيم. أول ما تربط السلك تسويه بهذا الشكل وتعد 4. 1 2 3 4. تجي تقص بهذا الشكل. الخطوة الثانية هي يا إبراهيم بهذا الشكل، تدخل هذا في الوسط هنا وهنا، ترجع تسحب يا حبيبي وتسويه هنا قبله بالضبط من حيث هذا الخشوف، وتسويه هذا بهذا الشكل كمان، وترجع تسحبه وبشرط انه يكون من هنا متساوي تمام، وتلفه بعدين هذا هنا وهذا هنا بهذا الشكل، وتدخله في هذا المكان، وهذا في هذه الجهة الثانية، وترجع بعدين تسحبهن إلى وين؟ تسحبهن إلى تحت. الآن يا إبراهيم بعد ما دخلنا في هذا الخطوة الأخيرة، هذا من حيث هذا الذراع تعطفه بهذا الشكل، وهذا تسويه بهكذا. من شان إيه؟ من شان تضغطه تمام. تضغط هذا وهذا الاثنين، تضغطهن، السلك طبعا ينسحب ويتقوى، وتلفه لفة لفتين 3 يكفي. ترجع لهذا الثاني تسوي هذا بهذا الشكل الزرادية، تعطف ذا كذا وتضغط كذا، هذا تضغطها وهذا تضغطه، وتخلي هذا مثل الأوتار، بعدين تمسك كذا وتلفه بقوة تمام، تدخله بهذا الشكل يكون هكذا مضبوط. شوف كيف يسوي هنا معك هذا الموجب، هذا الجهة الموجبة وهذا الجهة السالبة، بتسحب 2 سلوك يا إبراهيم من البطارية حق السيكل حقك الموتر، وبتركب اللوح الشمعي، وبتدخله في هذا المكان، وبتطرحه بهذا الشكل فوق السلوك. بعدين بتجيب السلك الموجب والسالب هنا، وبتسوي شرط خفيف جدا بحيث ان السلوك تحمى الشمع ينطبق عليها. لا تزود الشرط، ليه؟ لان السلوك بتسخن وبيتقطع الشمع وبيسقط في الارض. حاجة بسيطة اللي تسخن السلوك وتحط الشمع يسخن شوية وينطبق فوق فوق السلوك فقط، وتوقف الشرط وترفعه بهذا الشكل. من شان يكون مضبوط، وتسنده خلاص يكون جاهز. السلام عليكم.